السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 9، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن الهيت والتمبريتشر، وإن شاء الله في آخر الفيديو لازم هنكون عارفين what is the difference between heat temperature وكمان معاهم الثيرمال energy. يلا بينا، بسم الله. بيقولي أول حاجة thermal energy. خلاص، خليكوا بقى كده لما نكتب ونعمل السمري بتاعنا كل اسم بالديفينيشن بتاعه بكمان اليونتس بتاعته علشان اعرف الديفرنس ما بينهم كلهم. فبيقول لي نمبر 1 thermal energy. يعني ايه thermal energy؟ او اسمها heat energy. thermal energy هي energy that is come from temperature of matter. يعني ايه؟ يعني انا ماسك كوباية الشاي سخنة. خلاص، ليه هي سخنة؟ يبقى التمبريتشر عالية، يبقى الانرجي بتاعت الماتر دي عالية، يبقى عندها thermal energy عالي. تمام. فبيقولي انه الهوتر substance has more energy، عندها energy كتيرة. تمام. وبالتالي بتعمل vibrating اكتر. طيب، وبعدين بعد كده كمان بيقولي خلي بالك ان الثيرمال انرجي دي تقدر تعمل transfer from one object to another. يعني ايه؟ يعني نتخيل نفسنا في الشتاء، وايه اللي حصل وانا ماسك كوبايه الهوت كوفي بتاعتي او كوبايه الشاي وحاضنها كده علشان ادفى. طب ايه السبب ان انا لما امسك اي حاجه سخنه الانرجي او الثيرمال انرجي دي هتتنقل من الكوبايه الشاي تتنقل لايديا. تمام. يبقى it can't transfer from one object to another. تمام. طيب، or dissipate. تمام. او spread out للsurrounding area. يعني ايه؟ اوقات بسيب كوباية الشاي ارجع الاقيها بردت. ليه؟ لانه الثيرمال انرجي بتاعتي حصل لها dissipate من كوباية الشاي السخنة للsurrounding area. طيب، حلو جدا. thermal energy ليها يونت اللي هي جول، اللي هي بتتنطق بالجي كده. طيب، بعد كده يا شباب بيكلمني عن حاجة مهمة جدا. بصوا كده، تعالوا في الرسم اللي قدامنا ده بيقول لي ايه. بيقول لي طبعا خلي بالكم هنا، ولنفرض ان معايا كوبايتين، واحدة فيهم سخنة جدا فمعناها انها عندها high thermal energy، واحدة فيهم باردة معناها عندها less thermal energy. تمام. طيب، يعني ايه برضو الكلام ده؟ ندخل هنا على الرسم الجميل قوي ده. هنا الرسم ده توضيحي 100% رائع جدا. يعني انا معايا دلوقتي ايس كيوب. الايس كيوب او حتى لو دي ووتر، طبعا ايس كيوب بيبقى عامل كده. الايس كيوب لو انا عايز اسيحه بسرعه جدا اعمل له ميلتنج، هعمل ايه؟ هحطه على النار. طيب، لو معايا الووتر، انا هعمل دلوقتي كوبايه شاي، هيحصل ايه؟ هحطه على الهيتر، خلاص، او الهيت سورس ده، وبحط كوبايه الميه بتاعتي. كوبايه الميه اول حاجه طبعا احنا اخدنا الماتر، واخدنا الديفينيشن بتاعتها في الفيديو اللي فات، ولو مش فاكر ممكن تراجعوا على طول ان شاء الله. واخدنا الستيتس بتاعتها، ودي بقى تاني ستيت اللي هي الليكويد. ليكويد دايما بيكون عنده definite volume and no shape، معندهاش definite shape خالص. it takes the shape of container، وكمان البارتيكلز بتاعتها بينها space. حلو جدا زي ما هو رسم لي في الصورة كده. يبقى اول ما اشوف رسم لي في اي حاجة في ماتر قدامي في ما بينها سبيس كتيرة، فاعرف خلاص ان دي ان دي ليكويد. طيب، ندخل بقى في موضوعنا. الليكويد ده انا حطيته على الهيتر، يعني الهيتر عنده عنده هيت او ثيرمال انرجي. هيعمل ايه؟ هيديها للووتر ده. فالووتر ده ايه اللي هيحصل له؟ هيحصل جين للانرجي، هيبقى عنده ثيرمال انرجي اكتر. وانا لسه قايل ان الحاجه اللي عندها ثيرمال انرجي اكتر بتعمل مور فايبريشن. فبيقول لي دي الليكويد بقى، ليكويد عادي جدا، اخد انرجي، زودنا التمبريتشر بتاعته، فالبارتيكلز move faster and it changed from one state to another. مين الستيت الاولانيه اللي هي الليكويد هتتحول للستيت التانية اللي هي الجاز، ويبدا بقى بخار يحصل evaporation ويحصل بويلنج كمان، ونبدا نعمل بقى الشاي بتاعنا او هنعمل حاجه تانية. تمام. طيب، بيعرف لي بيقول لي انه انا لما اي ليكويد او اي ماتر تعمل جين لثيرمال انرجي، البارتيكلز بتاعتها move faster and the thermal energy can change the matter from one phase to another. الكلام ده لازم نكون عارفينه وفاهمينه كويس جدا. تمام يا شباب. طيب، حلو جدا.
بعد كده بيقول لي حاجة يعني definition إضافي للثيرمال energy، هو total kinetic and potential energy of atom in an object. تمام، بحيث ان احنا لو شفنا بعد كده definition بطريقة تانية نبقى عارفين ايه، نبقى عارفين الحاجة اللي معانا. طيب كويس قوي. وبعدين بعد كده يا حبايبي بيقول لي انه انا خلاص عرفت يعني ايه thermal energy، عرفت ان هي الانرجي اللي البارتيكلز بتاخدها علشان تعمل vibrated move faster، وبالتالي الايه كل ده نتيجة للايه للتمبريتشر الزيادة. طيب دي كانت ايه اول حاجة اللي هي اسمها thermal energy، كانت اليونت بتاعتها بالايه بالجول. طيب بعد كده بيكلمني على تاني definition معايا النهاردة اللي هو الهيت. What is the meaning of heat? Heat is the measure of energy in particles. يعني ايه؟ يعني هي كمية الانرجي بتاعت البارتيكلز. تمام. طب والهيت جاية منين؟ هي جاية من الثيرمال انرجي، يبقى كله معتمد على بعضه يا شباب. خلاص تمام. يبقى تاني انا عندي thermal energy، عرفت ان هي الانرجي بتاعت البارتيكلز اللي تتحرك زيادة. طب لما تتحرك زيادة يحصل ايه؟ يبقى عندها هيت، تبقى سخنة. تمام. فمور هيت انرجي الاوبجكت بتاعي بيبقى ايه more hotter، سخن جدا. طيب وبعدين بعد كده يا حبايبي بيقول لي انه طبعا لما الحاجه تبقى سخنه تفتكروا الفوليوم هيتغير ولا لا؟ ده طبيعي. هي انا دلوقتي معايا كوبايه الشاي بتاعتي، المفروض ان خلاص هي حصل لها بويلينج عند 100 سليزيوس، فالنتيجه بتاعتي انه في بعض الايه بعض الووتر بتتحول لووتر جاز وبتبدا تعمل ايفابوريتد. اما بالنسبه بقى للي هو جايبه لنا دلوقتي حالا، فانا لازم افهم واحفظ الكلمتين دول، انه اي حاجه اللي عندها high temperature معناها ان الثيرمال انرجي جوه بتاعه البارتيكلز عاليه جدا. سهله جدا. خلي بالنا كله معتمد على بعضه. temperature معتمد على الثيرمال انرجي، والثيرمال انرجي معتمد على التمبريتشر. هي انرجي بتسبب الايه انه الهيت بتاعه الاوبجكت ده تكون عاليه جدا. طيب انا هجيب هنا كوبايتين خلاص فيهم ميه، بس الميه عند السيم تمبريتشر، يعني ايه درجة الحرارة واحدة، ولكن الكمية هنا مختلفة جدا. هنا الفوليوم اكبر من الفوليوم ده. تفتكروا هنا التوتال ثيرمال انرجي بتاعة الكوباية نمبر 1 اكبر ولا اصغر من الايه من نمبر 2؟ فبيقول لي هنا ايه اللي حصل. الجلاس اللي عنده مور ووتر ميه كتير معناها ان عنده بارتيكلز كتير. طيب والبارتيكلز دي لازم تكون بتتحرك، يبقى الجلاس نمبر 1 الثيرمال انرجي بتاعتها اكبر من الجلاس نمبر 2. علشان ايه؟ علشان ده هنا عنده more particles اكتر بتتحرك اكتر من هنا. تمام يا شباب. انا تاني جبت ايه؟ جبت two glass وفيهم different amount of water ولكن عند same temperature. لو انا هتكلم عن الثيرمال انرجي هلاقي الثيرمال انرجي بتاعت الجلاس نمبر 1 more than thermal energy of glass number 2 because number of particles in number 1 more than particles number 2. تمام. حلو جدا. يبقى نخلي بالنا من الكلام ده. الثيرمال انرجي بيعتمد على عدد البارتيكلز. لو انا معايا حاجه سوليد زي اللي هو جايبها لي دي اللي هي الميتال رود اللي قدامي، والميتال رود انا اي حاجه ميتال عارف انها جود كوندكتور فور هيت اند الكتريسيتي. تمام. طب ليه؟ لان الميتالز دايما انا عرفته من قبل كده في الكيمستري ان الميتالز دايما بيكون عندها ايه فري الكترونز تقدر تتحرك براحتها. طيب لو انا عملت هيت للايه للجزء ده من الايه من الميتال رود، طب بيحصل دايما يا جماعه واحنا في المطبخ لما بيكون معانا المعلقه وبننساها جوه الايه جوه البان بتاعتنا، خلاص بيحصل ايه؟ برجع الاقيها سخنه جدا. طب يا ترى ايه السبب؟ السبب انه الهيتر اللي شغال عمال يخرج فيه ثيرمال انرجي. فبيحصل ايه؟ بيخلي البارتيكلز اللي هنا، طبعا احنا عارفين ده بيعتمد برضو على ايه؟ على معلوماتي البدائيه كانت ايه؟ كانت انه السوليدز البارتيكلز بتاعتها tightly packed and very close، هما جنب بعض جدا. تمام.
فالبارتيكلز دي الانرجي بتاعتها بتزيد، فيعني هتعمل ايه؟ يعني هتبدأ تعمل more vibrating لفوق ولتحت لفوق ولتحت لفوق ولتحت. طب وبعدين وهي عمالة تعمل vibrating كده علشان السخونة الجامدة دي تبدأ تخبط في بعضها، تمام، تعمل pumping against each other. ودي راحت خبطت اختها فعطتها انرجي، ودي راحت خبطت اختها فعطتها انرجي، ودي خبطت اختها فعطتها انرجي، لحد ما نكمل لحد الاخر خالص. طيب ده يعني بيفسر لي ان انا لو سبت لو سبت المعلقه في اي حاجه على النار شويه كده وبرجع لو انا اخرت وقت طويل برجع الاقيها كلها سخنه، تمام. لكن لو ما نسيتهاش وقت طويل وكانت على طول، طبعا برجع الاقيها لسه دافيه او اقدر امسكها، تمام. فبيقول لي thermal energy can transfer يعني through particles. وهنا بيحصل حاجة اسمها الكوندكشن، تمام. كوندكشن ده اللي هو انه باي كونتاكت، يعني اي حاجة بالكونتاكت طالما في تلامس يبقى حصل يبقى حصل الانرجي transferred by conduction، تمام. بعد كده يا حبايبي هنتكلم على على التمبريتشر. ركزوا معايا، اتكلمنا على الثيرمال انرجي من شويه، وبعدها اتكلمنا عن الهيت وعلاقه الهيت بالثيرمال انرجي. المره دي هتكلم عن التمبريتشر. التمبريتشر بتاعتي يا جماعه الديفينيشن بتاعها بسيط جدا، how hot or cold objects، تمام. طيب وبعدين برضو التمبريتشر بتعمل indicate على الانرجي اوف موشن بتاعت البارتيكلز اللي عندي. يعني تعالوا كده نشوف الايس كريم اللي قدامي. الايس كريم طالع من التلاجة متلج، خلاص. طب متلج يعني متكتك من البرد، يعني يعني كل بارتيكل ماسكه في البارتيكل التانية، تمام. طب وبعدين يبقى هو دلوقتي في السوليد ستيت. طب لما بيطلع شويه ممكن ممكن يسيح، يحصل له ميلتنج. طب بيحصل له ميلتنج ليه؟ لان هو التمبريتشر بتاعته قليله جدا، لو، تمام. التمبريتشر اللي بره في الهواء هاي، فبيحصل بيحصل فلو للانرجي، خلاص. الهوتر اير بيعمل بيدي انرجي لمين؟ للايس كريم، فبيحوله من من الستيت الاولى اللي هي مين؟ اللي هي السوليد، للستيت التانية اللي هي مين؟ الليكويد. so it melting. طيب هنعرف بقى الموضوع ده دلوقتي. بيقول لي انه الدايركشن اوف ترانسفير للثيرمال انرجي ازاي؟ لازم من الهاي تمبريتشر لللو تمبريتشر، تمام. من الحاجه السخنه للحاجه البارده. ما ينفعش البارد يدي للسخن. يعني يعني انا دلوقتي لو مسكت تلجايه في ايديا ايه اللي هيحصل؟ يعني التلجايه هتحرق لي ايديا جامد وممكن ارميها. طب ايه السبب؟ هل التلجايه عطت لك التلج بتاعها الساقع ده، ولا العكس؟ طبعا العكس. لو انا مسكت ايس كيوب في ايديا، خلاص، الايس كيوب دي درجة حرارتها مثلا نقول 3 سليزيوس، انت درجة حرارة جسمك 37 سليزيوس، ففي ديفرنس هائل جدا في التمبريتشر. فتبدأ التمبريتشر تبدأ تعمل thermal energy flow from from high temperature to low temperature، فتبدأ الايس كيوب تبدأ تعمل melting، تمام. طيب بيقول لي انه خلي بالك التمبريتشر ليها يونت، والثيرمال انرجي كان ليها يونت، تمام. طب التمبريتشر يونت بتاعتها سليزيوس او فahrenheit او كلفن. طيب بعد كده بيقول لي بيقول لي نخلي بالنا لما الايس كريم removed from freezer بيحصل الورمر air transfer heat to it, so its temperature rises and then it's take more energy to ان هي بقى عندها انرجي اعلى، فبدأت تعمل leading to melting، تمام. احنا كده فهمنا اهم حاجة اخلي بالي ان التمبريتشر بتتنقل من الهاي تمبريتشر لللو تمبريتشر. اخد بالي جدا 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 من الموضوع ده. طبعا مش التمبريتشر اللي بتتنقل، الثيرمال انرجي هي اللي بتتنقل من الهاي تمبريتشر لللو تمبريتشر. طبعا برضو بيكلمني عن الستيت اوف ماترز تاني، وبيقول لي الستيت اوف ماتر solid and liquid and gas and so on. بعد كده دخل معايا بيكلمني عن حاجة اسمها absolute zero. يعني ايه absolute zero دي؟ بيقول لي انه احنا طبعا احنا عارفين انه احنا هنا مثلا بنتعامل بالسليزيوس، تمام. في بلاد تانية بتتعامل بالكلفن، وفي غيره بيتكلم بالفahrenheit، ولكن الدولي الحاجة المعتمدة دوليا اللي هو سليزيوس. طب عندي حاجة اسمها absolute zero. what is the meaning of absolute zero؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي حالا. طيب
الابسوليوت زيرو هنا بيقول لي انه عندي absolute زيرو هي lowest temperature يقدر يوصل لها البارتيكلز، تمام؟ اقل درجة حرارة ينفع يكون عندها الجازز، وبيكون عندها طالما هي زيرو يبقى زيرو كاينيتيك انرجي، نو كاينيتيك انرجي، مفيش حاجة بتتحرك. بس طبعا ده ايه، ده theoretically، يعني ايه نظريا، تمام؟ absolute زيرو بتساوي minus 273 سيليزيوس. اوكي، وبعد كده بيقول لي ايه، طبعا بيكلمني عن كلفن، ده كان عالم موجود وقال لي ان انت لو عايز الجاز بتاعك يوصل الفوليوم بتاعه للزيرو خليه عند درجة الحرارة اللي هي الابسوليوت زيرو اللي هي minus 273. اوكي، تمام؟ يعني دي حاجة نظرية جدا ممكن تتسأل فيها بطريقة بسيطة جدا. انت معاك الابسوليوت زيرو اللي هو كام، اللي هو ماينس ايه 273 مقابلة الكام بقى سليزيوس، سوري، لو انت هنا السكيل بتاعك واحد فيهم بالايه، بالكلفن، وواحد فيهم بالسليزيوس، فهيقول لك الزيرو ايه، الزيرو كلفن كام، كام سليزيوس. هو ده السؤال اللي بيتسأل بصراحة في الجزئية دي، تمام؟ يبقى الزيرو سليزيوس كام كلفن، والزيرو كلفن كام سليزيوس، هو ده الايه السؤال اللي بيتسأل، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي ايه، اي جاز بيتحرك، اي كاينيتيك انرجي موجوده، معناها ان احنا لسه ما وصلناش للزيرو ابسوليوت. لما الايه، لما البارتيكلز تقف خالص عن الحركه يبقى وصلنا للزيرو ايه، للزيرو ابسوليوت. تمام يا شباب؟ خلاص، طيب حلو جدا. بعد كده بيقول لي ايه، بيقول لي السباركس اللي قدامنا دي خلاص، ايه اللي حصل، ايه سببها؟ طيب ده احنا دلوقتي في عيد الميلاد بنجيب الايه الحاجات الصغننه دي اللي بتقعد تطلع الشرار بتاعها ده. طب هو ليه الشرار، المفروض ان الشرار جاي من الفاير، تمام؟ ليه ما بيعملش لا قدر الله اي مشاكل؟ فبيقول لي لانه small size particles من الايه، السباركس دي مالها عبارة عن tiny molten particles، صغيرة جدا جدا جدا. وهي كمان ايه، مش بس صغيرة، لا دي كمان صغيرة في الايه، في الماس، تمام؟ وبالتالي عندها limited amount of thermal ايه، thermal energy. so it's ايه، so heat dissipate منها بسرعة جدا rapid، وبالتالي اللي هي ما تقدرش حتى لو وقعت على السكن او على اي حاجة مش هتعمل اي ضرر. يبقى لو جه وقال لي السباركس دي ما بتعملش اي ضرر، ليه؟ لان هي small في السايز، وكمان الانرجي بتاعتها limited energy. so when ايه، when it's found on anything like skin or a or furniture, it's not make any objects، مش تعمل اي مشكلة، تمام؟ any problem. تمام، حلو جدا، برافو عليه. هنا جه وقال لي ازاي اعمل comparing ما بين التمبريتشر وما بين الهيت، وريحني جدا من ان انا اقول لكم نعمل ايه comparing دي. هعمل comparing ما بين التمبريتشر والهيت. فالتمبريتشر بتتقاس خلاص how cold or hot something، وليها unit جول او سوري كلفن اور سيليزيوس. هي عبارة عن الكاينيتيك انرجي اولي اللي هي ايه particles energy، تمام؟ طيب والافريج انرجي ايه بتاعت الايه، بتاعت البارتيكلز. اما الهيت يا جماعة، الهيت اللي هي الايه، اللي هي السخونة بتاعت الحاجة، هي عبارة عن ايه، الثيرمال انرجي بتاعت الاوبجكت ده، ليها يونت اسمها الجول. وهنا هي عبارة عن التوتال انرجي كاينيتيك وايه وبوتنشال انرجي. خلاص، بس كده، تمام؟ يبقى تخلوا بالكم من التمبريتشر كاينيتيك انرجي بس، اما الثيرمال انرجي او الهيت كاينيتيك اند بوتنشال انرجي، تمام؟ بس كده. اوكي، بعد كده لسه بيقارن تاني، يعني برضو دي ايه، يعني دي حاجة تانية لو انت ايه لسه ما فهمتش قوي. لو جينا نتكلم زي ما كنا بنتكلم هنا، فبيقولي ان temperature هي how hotness or coldest ايه something، تمام؟ بتتقاس بالكلفن والسليزيوس والفahrenheit. بعد كده بيقول لي ايه، بعد كده بيقول لي ممكن اقيس التمبريتشر بالثرمومتر، انما الهيت بتتكلم عن الثيرمال انرجي بالكالوري والجول، وبعد كده بتتقاس بحاجه اسمها كالوريميتر.
تمام. يلا بينا كده نركز مع بعض. بيقول لي اليونت بتاعه الهيت ايه؟ ها احنا لسه مذاكرينها حالا. طيب ايه تاني؟ اليونت بتاعه التمبريتشر ايه؟ لسه برضو مذاكرينها حالا. طيب the diagram show two plugs. عندي 2 plugs، واحدة A وواحدة B. تمام. وبيقول لي ان البلوكس دي من نفس الماتيريال اللي هي الكفر، اللي هي ايه؟ اللي هي ميتال. طيب بعد كده رقم 2 بيقول لي انه اللي هو نمبر البلوك A، هاجي اكتب تحته كده ان هو 10 جرام. تمام. والتمبريتشر بتاعته 25. اما ده 80 جرام والتمبريتشر بتاعته 25. بعد كده بيقولي compare ما بين التمبريتشر بتاعة A و B. رقم 2 الهيت بتاعة A و B. ها يا شباب هنعمل ايه؟ خلي بالكم temperature و heat، مين فيهم اللي كان الايه الانرجي بتاعة البارتيكلز؟ ها لو حد لسه فاكر تعالوا كده نشوف. الانرجي اللي كنا بنتكلم هنا بنقول انه temperature وانه الهيت. الهيت هنا هي التوتال كاينيتيك اند بوتنشال انرجي، ولكن هنا الكاينيتيك انرجي بس هنا اهو. طيب هو الموضوع بسيط خالص، هو كده ولا كده قايلين التمبريتشر بتاعت A 25 التمبريتشر بتاعت B 25، خلص الموضوع خلاص. هما الاتنين عندهم نفس التمبريتشر، ولكن هنا بقى الشغل في الايه؟ في الهيت. هيت معناها thermal energy، والثيرمال انرجي هي total kinetic energy of particles. وهنا الهيت هتعتمد على الايه؟ على الماس بتاعت كل واحد. يعني اللي عنده ماس اكبر هيكون عنده ايه؟ هيكون عنده هيت اكبر. ليه؟ لان التوتال kinetic energy بتاعة البلوك B is more than total kinetic energy of block A. تمام. بس كده. بعد كده السؤال اللي قدامنا نمبر 4 بيقول لي ايه؟ انا معايا 3 objects A and B and C. خلي بالنا بيقول ان هما they are in contact، يعني هنا في conduction. خلاص. بعد كده بيقول لي عندهم different temperature. لو سمحت قولي ازاي thermal energy بيحصل لها transfer. طبعا احنا قلنا ان thermal energy بتتنقل من high temperature low temperature. طيب يعني ايه؟ يعني ايه هيدي البي، و A هيدي السي، و B هيدي السي. ليه؟ لانه هنا التمبريتشر هنا عالية. هو طبعا ايه؟ خلي بالك ال A هنا عامل كونتاكت مع ال B وعامل كونتاكت مع ال C، فهيضطر يديهم هما الاتنين. تمام. فهنختار ان A بيدي لل B وال A بيدي لل C، وكمان ال B هيدي C. ليه؟ لانه في بينهم differences برضو. طيب كده كويس جدا، حلو قوي. اما بالنسبة للسؤال نمبر 5 فبيقول لي ايه؟ فبيقول لي عندي statement if object x، معايا object اسمه x ومعايا object اسمه y، والobject x عنده التمبريتشر بتاعته اعلى من الاكس y. خلاص. اعلى من الايه؟ اعلى من الواي، يعني ده لو في التمبريتشر. خلاص اهو. بعد كده بيقول ايه؟ ده معناها انه x هيفضل دايما اكبر في الانرجي او في التمبريتشر عن الايه؟ عن الواي. طبعا لا خالص، مش هينفع. ليه؟ لانه طالما تو اوبجكت جنب بعض فهيعملوا هيت لوس. تمام. منين؟ من الهاي تمبريتشر لللو تمبريتشر. تمام. لما يجي يقول لي explain your answer هقول له ايه؟ هقول له always thermal energy can transfer from high temperature to low temperature, so they will become at the same temperature after a while. تمام يا شباب. طيب اتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا كل حاجه. لو في حاجه ما فهمتوهاش ممكن تقولوا لي. خلاص. وان شاء الله نتقابل على خير المره الجايه، وما ننساش لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.